بيبدأ الفيلم مع الطفل هودجا اللي بيكون نايم في مكان صحراوي ومعاه المعزة بتاعته راية، وبيحلم إنه راح المدينة وقابل ناس كتير هناك وكان مبسوط بالحاجات اللي شافها. ولما بيفوق بيفضل يتكلم مع رايا وبيقول لها إن المدينة فيها حياة تانية وحاجات عمره ما هيشوفها في القرية اللي هو عايش فيها، وبيقول إن حلم حياته إنه يسافر أماكن كتير ويعيش مغامرات، وأول مكان عايز يسافره هو المدينة. بعدها بيرجع على البيت علشان مامته ما تقلقش عليه، وبيقابل مامته جميلة وباباه أرام، وباباه بيكون قاعد بيخيط هدوم لأن شغلته خياط، وبيفضل يقول لهودجا اتأخرت ليه ويلا علشان جه معاه تدريب الخياطة. لكن هودجا بيفضل يقوله إنه مش عايز يبقى خياط وما بيحبش المهنة دي، وعايز يبقى مغامر ويسافر المدينة يدور فيها على شغل ويعيش حياته هناك. لكن باباه بيزعقله وبيقوله أنا خياط ولازم ابني يطلع خياط زيي، وبيقوله إنه أول حاجة لازم يعملها هي إنه يتخلى عن رايا لأن هي اللي واخدة كل وقته ومش مخليه عارف يركز. وهودجا بيقوله إن رايا بالنسبة له مش مجرد معزة، دي صديقته، وبيفضلوا هما الاتنين يتخانقوا مع بعض. وبعد ما بيخلصوا بيقوم أرام علشان يسلم الهدوم اللي كان شغال عليها لجارهم السيد ألفازة اللي بيكون سامع كل الخناق بتاعهم ده لأن صوتهم كان عالي جدا. ولما بيخرج أرام وبيديله الهدوم بيقوله إنه مش عايز منه فلوس مقابل الخياطة، هو بس عايز يخلي باله من رايا الفترة علشان هودجا يعرف يركز ويتعلم الخياطة زي ما هو عايز. وألفازة بيقوله إنه هيشوف وقته يسمح ولا لأ. ولما بيدخل ألفازة الأوضة بتاعته بيفضل يقول لنفسه إنه لازم يساعد الطفل ده إنه يحقق حلمه. وتاني يوم بنشوف إن أرام بيصحي هودجا وبيقوله إنه عايز يبدأ معاه الدروس دلوقتي، لكن هودجا بيتضايق وبياخد راية وبيخرج يقعد قدام البيت. وساعتها بيشوفه السيد ألفازة وبيطلب منه يجي معاه، وفعلا بيروح معاه. وبيكون المكان عند السيد ألفازة فيه سجاد كتير، لكن فيه سجادة منهم بتكون عمالة تتحرك وبتمشي لوحدها، فبيخاف هودجا ورايا وبيستغربوا. لكن ألفازة بيقول لهم إن دي سجادة طائرة ممكن يستخدمها علشان يوصل بيها للعاصمة. وهودجا بيكون متحمس جدا وبيقوله إنه مستعد يعمل أي حاجة علشان يركبها مرة واحدة بس. فبيقول له ألفازة إنه هيديها له بشكل مؤقت علشان يسافر بيها ويدور على الألماسة بتاعته. فبيقول له هودجا إنه موافق، لكن عايز يعرف الألماسة دي شكلها إيه وموجودة فين. وساعتها بيقول له ألفازة إن الألماسة دي تبقى حفيدته وده اسمها، وهو كان موجود في قصر السلطان زمان، ولما عرف إن معاه بساط بيطير كان عايز ياخده لنفسه، علشان كده ألفازة هرب وملحقش ياخد حفيدته معاه. هو بيطلب من هودجا إنه ينفذ المهمة دي، بس بيحذره إن السجادة ليها إرادة قوية ومنفصلة، وتاني حاجة إنه لازم يكلمها بشكل معكوس. وفعلا بيوافق هودجا وبياخد السجادة وبيرجع بيها على البيت، وبيقول لباباه إنه خلاص قرر يروح العاصمة. فبيضحك باباه وبيقول له هتروح إزاي؟ وبيفضل يتريق عليه ويقول له أكيد دربت صقر علشان ياخدك ويطير بيك المسافة دي كلها. لكن هودجا بيقول له إن معاه بساط طائر وهيروح بيه المدينة. فبيضحك أرام أكتر وبيقول له إن مفيش حاجة اسمها بساط طائر، لكن هودجا بيكون مصمم وبيقول له أنا متأكد إن البساط ده بيطير. وساعتها أرام بيتفق معاه إن لو البساط طار هيوافق إنه يروح المدينة، لكن لو ما طارش بقى يبقى هيتعلم الخياطة دلوقتي. وفعلا بيحط هودجا البساط على الأرض وبيفضل يقول له يطير، لكن البساط مش بيتحرك من مكانه. وبيفضل هودجا يقولها أكتر من مرة لكن مفيش فايدة، وبيحس إنه خلاص فقد الأمل. وأرام بيفضل يشاور له على عدة الخياطة، لكن رايا بتقف وبتمشي لورا علشان تفكروا إنه يتكلم مع البساط بشكل معكوس. فبيفهم هودجا الموضوع ده وبيفضل يطبطب على السجادة ويعتذر لها وبيقول لها تطير لكن بشكل معكوس. وساعتها بتطير فعلا وبتترفع من على الأرض، وهودجا بيكون فرحان ومش مصدق نفسه، وبيفضل ينادي على ألفازة ويقول له إنها اشتغلت. بعدها بيرجع وبيسلم على باباه ومامته علشان يبدأ رحلته. وعلى طول بيتحرك هو ورايا وبيعدوا على مغامرات كتير في الطريق لحد ما بيوصلوا للمدينة. وأول ما بيوصلوا بيخبط هودجا في واحد بالغلط، وبيكون ده المسؤول إنه يودي الحمام اللي السلطان بيحب ياكله. والراجل ده بيستغرب هودجا وبيفضل يقول عليه حرامي وبيسأله سرق السجادة دي منين، وبيكون عايز ياخدها منه. لكن هودجا بيقوله إن السجادة دي مش عادية
وإنها سجادة سحرية وبتطير. والراجل طبعا بيقعد يضحك وبيقول له إن السلطان نفسه في سجادة بتطير، وقال إنه هيخلي الشخص اللي يجيب له السجادة دي يبقى هو قائد الجيش. لكن طبعا كل ده مش حقيقي، لأن مفيش حاجة اسمها كده. وفي الوقت ده بتظهر بنت وبتاخد هدجة وبتجري من قدام الراجل، وبتفضل البنت دي تقول له انت مجنون. بتقف تتكلم مع اللي شغالين في قصر السلطان، فبيقولها انه كان عايز يسرق منه السجادة الطائرة بتاعته. فبتضحك البنت وبتقول له انت اكيد مجنون، علشان اللي بتقوله ده مستحيل يحصل. وساعتها بيسمعوا هما الاتنين ان الراجل بيتكلم مع حراس الملك وبيقول لهم ان في بنت حرامية جت خدت الولد الحرامي اللي هنا وهربت. والحراس بيشوفوا هدجة والبنت اللي معاه، فبتجري البنت وبتدخل من ممر صغير في الحيطة وبتقول لهدجة يجي معاها. وبعد ما بيتأكدوا انهم مشيوا بتعرفوا البنت بنفسها ان اسمها إميرالد واللي معناه الزمردة، وبتاخده على مكان موجود فيه أطفال تانية. والأطفال بتخاف لما بتشوفهم وبيقولوا لهم ان رات لو شافكوا هتبقى مشكلة لأنه ما بيحبش الغرباء. وبيسمعوا صوت رات جاي عليهم فبيخبوا هدجة ورايا. هو بيجي رات وبيكون هو اللي خاطف الأطفال دي وبيخليهم يسرقوا حاجات ويجيبوها له، وبيشوف كل واحد جاب له ايه وبيفضل يشتم فيهم انهم جابوا اكل قليل، لحد ما بيجي عند إميرالد وبيلاقيها ما جابتش حاجة فبيقرر انه يضربها. لكن بيظهر هدجة وبيقول له ما يضربهاش، وبيوري له رايا وبيقول له لو عايز اكل ممكن تحلب رايا وتاخد اللبن بتاعها بس ما تضربش إميرالد. وفعلا رات بيعمل كده وبيشوف السجادة اللي مع هدجة وبيقول له انت جايبها منين؟ فبيقول له هدجة انه استعارها من واحد جاره. وبعد ما بيخلصوا وبيدخل رات جوه بيقول هدجة لإميرالد انه لازم يمشي علشان عنده مهمة لازم يعملها علشان يرجع القرية بتاعته تاني. ولما بيخرج بره بيقعد هو ورايا على السجادة وبيخلوها تطير، وبيكون رات بيتفرج عليهم وبيعرف انها سجادة سحرية. واثناء ما هم طايرين بيحس هدجة انه تعبان وبيقول لرايا انهم هيطلعوا على اي سطح بيت ويناموا لحد الصبح علشان يكونوا فايقين. وفعلا بيطلعوا هما الاتنين على سطح بيت وبيناموا على السجادة. لكن المشكلة ان تاني يوم الصبح بيصحوا من النوم وبيلاقوا السجادة مش موجودة، وبيكون هدجة زعلان ومتضايق انها اتسرقت، لكنه بيقول اكيد إميرالد هي اللي سرقت السجادة بتاعتي. وفعلا بينزل على السوق وبيفضل يسأل الناس عليها، لكن المشكلة انه ما يعرفش ليها اي معلومات تانية غير اسمها وانها بنت صغيرة، لحد ما بيشوف 3 أطفال بيجروا من حراس الملك والحراس بيقولوا عليهم حرامية، وبيشوف ان إميرالد بتجري معاهم فبيجري هدجة هو كمان علشان يلحقها. لكن إميرالد والأطفال بيكونوا أسرع من الحراس وبيقدروا يهربوا منهم في الآخر. وهدجة بيقف وهو زعلان لأنه حاسس ان مفيش أمل يرجع السجادة، فبيروح يقعد في مكان لوحده هو ورايا. وبيتفاجئ ان إميرالد بتنادي عليه وبتقول له انت بتدور عليا ليه؟ فبيقول لها انت سرقتي السجادة بتاعتي زي ما بتسرقي حاجات كتير. فبتقول له انها مش بتسرق حاجة وهي بتجيب اللي تاكله وتشربه هي واصحابها بس، وتاني حاجة انها ما سرقتش السجادة وما تعرفش اي حاجة عنها. وبتقول له اكيد محدش عمل كده غير رات، لان هو شخص طماع واناني ومستعد يعمل اي حاجة عشان نفسه، وخصوصا ان السلطان عامل مكافأة للي يجيب له سجادة طايرة. فبيفضل هدجة يتحايل على إميرالد إنها تساعده لحد ما بتقوله يجي معاها وهي تعرف واحدة ممكن تساعده. ومن الناحية التانية بنشوف إن رات فعلا هو اللي سرق السجادة ورايح بيها على قصر السلطان، والحراس في الأول ما بيرضوش يدخلوه وبيقولوا عليه مجنون علشان مفيش سجادة بتطير، لحد ما بيفكروا مع نفسهم وبيقولوا إنه لو طلع بيتكلم جد والسلطان عارف إنهم منعوا الشخص اللي معاه السجادة الطايرة هيرميهم للتماسيح تاكلهم، علشان كده بيسمحوا له إنه يدخل. وفعلا بيوصل رات للسلطان وبيقوله على السجادة وإنها بتطير وهيكون هو أول سلطان في التاريخ يطير. لكن السلطان بيكون مركز في الأكل اللي قدامه وبيطلب من رات يستنى بره شوية، ولما يخلص أكل هيبقى ينادي عليه. بعد كده بنرجع لهدجة وإميرالد لما بيروحوا لواحدة في السوق اسمها جيمستون، وبيسمعوها وهي بتتكلم مع تجار تانيين وبتقول لهم إنها سمعت من حراس الملك إن في واحد جه للملك بسجادة طايرة. فبتتكلم إميرالد وبتقول لها إنهم جايين بخصوص الموضوع ده، وبتعرفها إن السجادة الطايرة دي تبقى بتاعة هدجة وهو لازم يرجعها ويدخل قصر الملك. وجيمستون بتكون قلقانة وبتقول لهم إنها تقدر تدخلهم قصر الملك بس دي مخاطرة كبيرة، لكن هدجة بيقول لها
إنه مستعد يتحمل المخاطرة دي وبيكون مصمم إنه يدخل بأي تمن، وده بيخلي إيميرالد معجبة بيه وبالعزيمة اللي عنده وبتقوله إنها هتدخل معاه، وجيمستون بتوافق بس بتقول لهم لازم يسيبوا رايا هنا. وفعلا بتحط هودجا وإيميرالد كل واحد فيهم في سلة، والسلتين بيكونوا على الحمار بتاعها اللي بتدخل بيه القصر، وبتحط فاكهة في السلة دي من فوق علشان محدش يشك في حاجة، وبتقدر إنها تدخلهم القصر بنجاح بعد ما بتضحك على الحراس وبتخرجهم من السلة وبتتمنى ليهم التوفيق هما الاتنين. وبيدخل هودجا وإيميرالد وبيقفوا قدام نافورة جميلة وأشجار وبيفضلوا يتكلموا هما الاتنين إنهم أول مرة يشوفوا المنظر الجميل ده، وبيقول لها هودجا إنه بيتمنى يرجع تاني علشان يحكي لباباه ومامته على اللي شافه في المغامرة دي، وإيميرالد بتقوله إن باباها ومامتها ماتوا وهي ملهاش حد غير جدها بس، وهي ما تعرفش هو فين دلوقتي. فبيقول لها هودجا طالما ملكيش مكان تقعدي فيه فممكن تيجي معايا لما ارجع القرية بتاعتي وتعيشي هناك، وهي بتقوله إنها هتفكر. وفي الوقت ده بيكون راد دخل السلطان مرة تانية وحط البساط على الأرض وعمال يقوله يطير، لكن البساط مش بيسمع الكلام لحد ما بيقعد السلطان عليه، وساعتها البساط بيزق السلطان وبيوقعه. فبيتضايق السلطان وبيقول للحراس يرموا السجادة للتماسيح، لكن راد بيقوله إن دي سجادة ما ينفعش نرميها للتماسيح، وبيطلب من السلطان شوية وقت ياخد السجادة فيها علشان يعذبها لحد ما تسمع الكلام وتطير بمزاجها. وفعلا بيخرج، لكن بيكون هودجا وإيميرالد مستخبيين ورا عمود وشايفينه، وبيفضلوا ماشيين وراه لحد ما بيدخل أوضة وبيفضل يتكلم مع السجادة ويقول لها أنا عارف إنك بتطيري وأنا عايزك تطيري بمزاجك بدل ما اضطر إني أعذبك وأقطعك. وفي الوقت ده بتدخل إيميرالد وبتفك السجادة وبتتسحب على رجليها علشان تخرج من غير ما راد يحس بيها، لكن هودجا بيعمل صوت وساعتها راد بيسمعهم وبيجري وراهم، وهودجا وإيميرالد بيفضلوا يجروا في القصر لحد ما بيخبط هودجا في زوجات السلطان، والستات كلهم بيكونوا مبسوطين بيه وبيقولوا عليه طفل كيوت وعايزين يستأذنوا من السلطان إنهم يربوه، لكن راد بيفضل يقول لهم إنه حرامي وكان عايز يسرق السجادة بتاعت السلطان، لكنهم بياخدوه وبيدخلوا بيه جوه علشان يقولوا للسلطان يفضل معاهم ويربوه. وساعتها راد بيقول لهم بس ده عنده براغيث وممكن يعديكوا، فبيزقوه بعيد وبيطلعوا يجروا. والسلطان لما بيعرف إن هودجا كان عايز يسرق السجادة بيقول للحراس يرموه للتماسيح، لكن راد بيقول للسلطان إن هودجا ده هو الوحيد اللي يعرف يطير السجادة، علشان كده أنا شايف إننا نخليه في السجن شوية ونعذبه لحد ما يقول لنا بتطير إزاي، بعدها نخلص عليه ونرميه للتماسيح. والسلطان بيوافق وبيقول لهم يسجنوه، وفعلا بياخدوه، والسجان بيقول لهم يحطوه في زنزانة 7، وهودجا بيفضل قاعد حزين ومش عارف يعمل ايه، وبيفضل يزق في الباب علشان يفتح، وبياخد باله ان الباب بيتحرك، فبيرجع تاني الزنزانة وبيقول اكيد في طوب بيتحرك برضه، وبيفضل يدور لحد ما بيلاقي طوبة في الحيطة وبيعدي منها، لكن المشكلة انه بيلاقي نفسه في الزنزانة اللي جنبها رقم 8، وبيفضل ينادي على الحارس ويقول له خرجني، والحارس بيقوم وبيروح لهودجا، لكن بيتفاجئ انه في زنزانة 8 وبيقول له انا حاطك في 7، ازاي ده حصل؟ ولما بيروح على 7 بيكون هودجا عدى من المكان اللي فتحه ودخل زنزانة 7، فبيتجنن الحارس وبيقول له ده انا لسه شايفك هناك، وبيروح تاني على 8 وبيفضل يكرر نفس الموضوع ده لحد ما بيسأله الحارس هو ازاي في واحد تاني شبهك في الزنزانة اللي جنبك، فبيقول له هودجا ان اللي جنبي ده واحد من الاطفال بتوع الشوارع اللي جايين هنا علشان ياكلوا ويشربوا ويلاقوا مكان يناموا فيه ببلاش، وانا سمعت ان كلهم جايين هنا كمان شوية. فبيضحك الحارس وبيقول لا انا ما يضحكش عليا ابدا، انا هطرده بره، وبيروح يفتح زنزانة 8 اللي بيكون هودجا عدى فيها وبيطرده، ولما بيرجع على زنزانة 7 وبيلاقيها فاضية بيقول اكيد الطفل اللي هنا استغل اني مشغول وهرب هو كمان. فبيخرج هودجا وبيفضل يجري وبيكون على السلم وبيلاقي رات والحراس نازلين، فبيكعبلهم وبياخد منهم السجادة وبيجري بيها بره، واول ما بيطلع بيخبط في إيميرالد وبيركبوا على السجادة وبيطيروا بيها سوا، ورات بيفضل يقول للحراس تقفل الابواب، وهودجا ورايا بيفضلوا يهربوا لحد ما بيدخلوا جوه اوضه السلطان وبيقعوا، وساعتها السلطان بيقول انه المره دي مش هيخلص عليه هو، ده هيخلص على البنت اللي معاه، وبيقول للحراس يرموا إيميرالد للتماسيح، لكن هودجا بيقول له انا مستعد اقولك على الطريقه اللي اطير بيها السجاده، لكن بشرط انك تسيب إيميرالد عايشه. فبيوافق السلطان، لكن هودجا بيقول له الاحسن نخرج بره علشان راسك ما تخبطش في الحيطه وانت بتطير، وفعلا بيوافق السلطان، وبيفضل هودجا يوشوش السجاده، وبيجي الوقت اللي هتطير بيه بالسلطان ورات،
والاتنين فعلا بيطيروا، لكن السجادة بتفضل تطير بيهم لفوق وبتتحرك جامد، والاتنين بيكونوا خايفين جدا، وبتفضل تيجي ناحية الحوض اللي فيه التماسيح، وهودجا بينادي عليها وبيقول لها ترميهم في الحوض لحد ما بترميهم فعلا، لكنهم بيقدروا يخرجوا بسرعة، وراد بيشيل السلطان وبيطلع يجري بيه، والتماسيح بتخرج من الحوض وبتفضل تجري وراهم. بعدها بيقول هودجا للحراس إنهم أحرار يعملوا اللي عايزينه من غير ما السلطان يتحكم فيهم، والحراس بيفرحوا وبيكسروا الأسلحة بتاعتهم، وساعتها بيقرر هودجا إنه ياخد إميرالد معاه على البساط ويطيروا، وبيوصلوا على السوق وبيحتفل بيهم كل الأطفال وبيكونوا فرحانين جدا، وبيفرح جدا لما بيشوف رايا، لكن المشكلة إنه بيقول إنه ملقاش حفيدة ألفاز لحد دلوقتي، فبتضحك إميرالد وبتقوله إن اسمها معناه الزمردة، لكن جدها كان على طول بينسى وبيقول لها ألماسة، فبيستغرب هودجا إنها تبقى حفيدة ألفازة، وبيسألها أنت كنت عارفة من الأول ولا لأ؟ فبتقوله إنها عارفة من أول ما حكالها على الجد اللي بعته يدور على حفيدته، لكنها ما رضيتش تقوله علشان تشوف رد فعله، وبيفضلوا يضحكوا هما الاتنين وبيرجعوا على القرية، وإميرالد بتحضن جدها وبتكون مبسوطة، وبيقعدوا كلهم ياكلوا ويسهروا مع بعض، وأخيرا أرام بيقول إنه فخور بابنه اللي هيكون ناجح في أي حاجة يختارها، مش بس في الخياطة. وبكده بتكون خلصت حكاية النهاردة.